ای شیخم شیخ شهیدان دبستان او میدا کردان آل علامت چو بهدان آشتی ریزان نبر خدان لباسم پیس تمر اليوم الذكرى 16 لاغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، شيخ كلمة الحق الذي لم يسكت عن الظلم الذي طال أبناء جلدته، فطالته يد الغدر والخيانة من النظام ومخابراته فاغتالته. ترى ما هي تفاصيل اختطاف
الشيخ الشهيد؟ وما هي تفاصيل اغتياله؟ وما الأسباب التي دفعت النظام السوري في وقتها إلى اختطاف الشيخ واغتياله؟ وما مصير قضية الشيخ معشوق الخزنوي في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان؟ سنناقش هذه النقاط وغيرها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المحاور، ولكن البداية مع هذا التقرير. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. ينحدر الشيخ محمد معشوق الخزنوي من عائلة دينية معروفة بين الأوساط الكردية. ولد عام 1958 في قرية تل معروف التابعة لمدينة قامشلو شمال شرق سوريا. وحصل الخزنوي على شهادة الثانوية العامة عام 1977، ثم توجه إلى دمشق ليدرس في معهد إسعاف طلاب العلوم الشرعية معهد الأمينية في منطقة باب الجابية، وحصل على إجازة في العلوم الإسلامية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. وبعد عودته إلى سوريا عمل الخزنوي في الدعوة مدرسا وخطيبا داخل المساجد والمعاهد الشرعية في أكثر من محافظة سورية، قبل أن ينال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية عن أطروحته. وكانت انتفاضة 12 من شهر آذار هي البوابة التي دخل منها الشيخ معشوق الخزنوي بوابة السياسة. والنشاط الذي قام به الشيخ معشوق الخزنوي في انتفاضة قامشلو من خلال الندوات والاجتماعات وشرح القضية الكردية للمنظمات الحقوقية والدولية أسس لحراك شعبي خارج الأطر الضيقة التي كانت تعمل فيها الأحزاب الكردية، وكرر انتقاده لتصرفات قوات الأمن والنظام وتعاملهم مع الانتفاضة الشعبية في مدينة قامشلو، ما اعتبره النظام خطرا داهما يستوجب إيقافه. وفي صبيحة يوم 10 من شهر أيار مايو لعام 2005 اختطف الشيخ الخزنوي من قبل مجهولين في مقر إقامته بدمشق ضمن مركز الدراسات الإسلامية عند ساحة الميسات بجانب وزارة الأوقاف، والذي كان يشغل فيه الخزنوي محاضرا ونائبا لرئيس المركز. وبالرغم من المطالبات من قبل المنظمات الحقوقية للنظام السوري بالكشف عن مصيره، إلا أن النظام لم يعترف بوجوده، بل وعمل على اعتقال كل من خرج في قامشلو ودمشق للمطالبة بالكشف عن مصير الشيخ. واستمر النظام السوري بالتحفظ على وجود الشيخ لديه إلى أن تم الإعلان عن استشهاده بتاريخ الأول من شهر حزيران يونيو عام 2005. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن تفاصيل اعتقال واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وهدف النظام من اغتيال العلامة الشيخ. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي حلقتي لهذا اليوم عبر السكايب ومن النرويج الدكتور الشيخ مرشد معشوق الخزنوي. مرحبا بك شيخ مرشد. حياك الله أستاذ وليد، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، والشكر لك ولكل العاملين معك في القناة وفي البرنامج. شكرا لك شيخ مرشد. شيخ، كما استمعت إلى التقرير تحدثنا قليلا عن بعض التفاصيل عن في حياة الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي منذ ولادته وحتى استشهاده بتاريخ الأول من شهر حزيران لعام 2005. شيخ، نود في البداية نتحدث عن التفاصيل إن كانت تفاصيل صغيرة أو كبيرة من اختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من مركزه وحتى اغتياله. أخي الكريم، يعني هم أشرتم في البداية في التقرير إلى أن الاختطاف كان من قبل جهة أو أشخاص مجهولين، وهذا ربما يعني أنتم
قرأتم هذا الكلام عبر النت، لكن هذا ليس صحيحا، فهم ليسوا مجهولين، بل الشيخ معشوق الخزنوي اختطف في 10 من أيار 2005 من مكتب مركز الدراسات الإسلامية بدمشق من قبل فرقة أو قوة من المخابرات الجوية، وأخذ التحقيق من قبل أشرف على التحقيق شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وعبر كثير من التواصل معهم استطاعوا أن يعني يخفوا عنا مصير الشيخ، وطمأنونا في البداية إلى أن هناك بعض المسائل العالقة، اطمئنوا خلال أيام ستسمعون أخبارا طيبة أخبارا جيدة عن الشيخ، إلى أن استمر هذا الأمر 20 يوما. وفي ليلة الأول من حزيران أخذنا من دمشق إلى مقبرة دير الزور، وسلمت الجثة لنا في مقبرة دير الزور. هذا بشكل عام. نعم شيخ، يعني تحدثنا عن أن مجهولين اختطفوه، ولكن نتحدث أن النظام أنكر ذلك، يعني التقرير ربما كان فيه قليلا من الغموض. نعم شيخ، الاختطاف برأيك هل جاء نتيجة المواقف الأخيرة التي أبداها الشيخ في انتفاضة قامشلو والتي تحدث فيها بالتحديد في تأبين الشهيد فرهاد، عندما تحدث وعلانية لكل الناس عن مسألة حقوق الشعب الكردي وعن مسألة الجلاد وعن مسألة النظام الذي قام بقمع المتظاهرين وقتل السجناء لديه؟ هل جاءت نتيجة هذه المواقف التي أبداها الشيخ، أم كان هناك تراكمات لدى النظام السوري نتيجة السياسة التي كان يمارسها الشيخ في حياته قبل انتفاضة 12 من آذار، وأتت انتفاضة 12 من آذار كخطوة؟ الداخل السوري بالتأكيد هو نتيجة تراكم لنشاط الشيخ معشوق الخزنوي بما يعرف ضمن المنظومة الأمنية بخطورتها على الأمن القومي للنظام. الخطاب الشهير الذي ألقاه الشيخ الخزنوي في تأبين الشهيد فرهاد هي كانت النهاية، أو كانت هي الكلمة الأخيرة للشيخ الشهيد، لكن سبق هذا الأمر العديد من النشاط والعديد من الكلمات والعديد من الأحداث التي مر بها الشيخ، والتي رأى فيها النظام السوري أنها تضر بمصلحتها كنظام. لا تنسى أن الشيخ معشوق الخزنوي يعني كان مستمرا في إيصال مظلومية الشعب الكردي إلى جميع المحافل الدولية والعالمية والإسلامية التي كان يتواجد فيها من خلال المؤتمرات، من خلال الندوات، أيضا من خلال تواجده في أوروبا وتواصله مع طيف من أطياف المعارضة لإيصال المظلومية الكردية، إضافة إلى تواصله مع حكومات العالم الغربي وسفاراتها في دمشق واستضافتهم في مكتبه في القامشلي ولتجميعهم مع أطراف الحركة السياسية لشرح هذه المظلومية. فكل هذه الأمور كتراكمات أدت بالنظام إلى اتخاذ هذا القرار. أيضا مما أتذكر حينها أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية قال للشيخ وقتها يعني الكرد لا ينقصهم رجال سياسة ولا تنقصهم حركات سياسية، فهم لديهم العديد من الأطراف والأحزاب والحركات السياسية، لكن دائما كانوا يقذفون بتهمة أنهم ضد الدين وضد الإسلام ضمن المجتمع السوري. فجاء الشيخ معشوق الخزنوي وبثقله الديني وبمكانته العلمية الإسلامية وختم هذا النشاط وهذه الحركة بختم الإسلام، لأن الشيخ معشوق الخزنوي كان ينطلق من أسس رسالة الإسلام التي هي العدالة والقسط، وكان ينطلق من قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. من هذا الأمر كان خطابات الشيخ معشوق الخزنوي وخطبة الجمعة كانت مقصدا لعشرات المئات من الشباب الكرد في القامشلي، علما وقتها كان جامع الشيخ معشوق في أطراف المدينة
ساكنة في منطقة حلكو التي كانت تعرف يعني بضواحي المدينة، لكنها كانت مقصدا يوم الجمعة للعديد من الشباب الكرد، لأنهم يستمعون إلى خطاب جديد يلبي آمالهم، يلبي طموحاتهم. ومن هذا المنطلق الشيخ معشوق الخزنوي كان يقول دائما أنني عندما أتحدث من على المنبر عن عدالة الإسلام، عن المساواة في الإسلام، عن أخوة الإسلام، أستشعر الكردي الذي يجلس تحت المنبر وكأنه يصرخ في وجهي: أين عدالة الإسلام؟ لما لا تشملني؟ أين أخوة الإسلام؟ لما لا تحميني؟ أين المساواة في الإسلام؟ لما لا تشملني أيضا؟ من هذا المنطلق كثف الشيخ الشهيد نشاطاته مما اعتبرها النظام السوري أنها خطر على أمنه البعثي أو أمنه الأمني، فاتخذ هذا القرار باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي، وحاول أن يلعب على ورقة الفتنة الطائفية بين الكرد والعرب من خلال دفن الشيخ معشوق الخزنوي في مدينة دير الزور. لكن العائلة والحركة السياسية والجماهير الكردية كانت واعية وعلى قد المسؤولية، واستطاعت إفشال مخطط النظام من أجل خلق فتنة مناطقية بين الكرد والعرب، حيث أن النظام السوري كان يراهن على الأحداث التي حصلت في انتفاضة 12 من آذار في 2004. نعم شيخ مرشد، يعني سؤال ولو كان يمكن أن يكون خارج موضوع الحلقة، ولكنه مرتبط بفضيلة الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي. يعني هناك بعض الأنباء تتحدث من بعض المقربين له بأنه عندما اعتلى المنبر وانتهى من خطابه وعند نزوله أخبر الجميع بأنه هذا الخطاب كان آخر خطاب لي وربما لن أعود إلى المنزل، وبالفعل كان هناك اعتقاله. ما هي صحة هذه المقولة، وهل كان الشيخ مهددا من قبل النظام قبل هذا الخطاب؟ أنا حقيقة ليست عندي هذه المعلومة أنها آخر خطاب، لكن الشيخ معشوق الخزنوي كان يقول أن أيامي قليلة، أما أنه قضية أن هذه هي آخر خطبة أو آخر خطاب لي فأنا ليست عندي هذه المعلومة حقيقة، لا أستطيع تصديقها ولا أستطيع تكذيبها، لأنه لا أمتلك عليها أي إثبات أو أي وثيقة أو أي دليل. لكن الذي نتأكد منه والذي نمتلك عليه الوثائق والشهود أن الشيخ الشهيد كان يعلم أنه مطارد، وكان يعلم أنه مشروع استشهاد، وكان يعلم أن أيامه قليلة. ولذلك عندما طالب منه الكثير من الأصدقاء في مدينة عين ديوار وفي عامودة وفي قامشلو أنك يا شيخنا تجاوزت الخطوط الحمراء فلابد من يعني التخفيف من حدة الخطاب، كان الشيخ معشوق الخزنوي يقول الآن ليس هناك خطوة للوراء وليس هناك وقت لهذه المجاملات، فأيامي قليلة وأنا مشروع شهادة ولا بد أن أقدم كل ما أستطيع أن أقدمه لأبناء شعبي. هذا أيضا نقطة. النقطة الأخرى يعني من كلماته المشهورة قبل استشهاده بشهرين تقريبا. نعم الشيخ ولوالدتي ولبعض أطراف العائلة أنه أنا مشروع شهادة، ويكفيكم فخرا عندما يمشي أولادي في شوارع قامشلو يشار إليهم بالبنان أنهم أولاد الشهيد معشوق. نعم شيخ مرشد، يعني تحدثنا قليلا عن تفاصيل اختطافه، وأنت أكدت على هذا الكلام بأنه كان مهددا من قبل النظام قبل انتفاضة 12 من آذار لعام 2004، وكان مستهدفا من قبل النظام ويتعرض لتهديدات من قبل النظام السوري. نأتي إلى مسألة اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي. حبذا لو تتحدث عن تفاصيل هذا الاغتيال وكيف كان مسألة تعذيب الشيخ معشوق الخزنوي، ولا سيما هناك الكثير من الحديث تدور حول مسألة تعذيب الشيخ وتقطيع جثته المباركة. ما هي المعلومات التي لديكم شيخ مرشد؟ طبعا المعلومات التي لدينا هي قدمت إلى منظمة أمنستي وقدمت إلى العديد من المنظمات الدولية ولبعض المحاكم الأوروبية أيضا. نعم شيخ.
شديد، وأسعف في الأيام الأخيرة قبل استشهاده إلى مشفى تشرين العسكري، وتم إسعافه وغادر المشفى، لكنه كان على قيد الحياة في حالة يرثى لها، وهذا من خلال شهادة أحد الأطباء العاملين في مشفى تشرين العسكري والذي كان مشاركا في عملية إسعاف الشيخ الشهيد. النقطة الثانية، النظام السوري وعبر المسرحية التي أصدرها على التلفزيون أشار إلى أن الشيخ معشوق الخزنوي قد قتل منذ اللحظة الأولى لاختطافه، لكن الأمر الذي كان ملاحظا ومشاهدا وأن جسم الشيخ الشهيد كان لا زال جسما حارا، بمعنى أن الوفاة لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة. علامات التعذيب كانت واضحة، يد الشيخ كانت محروقتان، آثار السياط والضرب على ظهر الشيخ كانت واضحة، اقتلاع الجفون من وجه الشيخ المبارك كانت واضحة، نتف لحية الشيخ وحلقها وشاربه، هذا أيضا كانت من الأمور الواضحة، إضافة إلى كثير من الأمور التي ربما يعني أستشعر بألم عندما أذكرها، لكن كل هذه الأمور كانت مشاهدة. أيضا النظام السوري قال أننا أخرجنا جثة الشيخ معشوق الخزنوي من قبر كان في مقبرة دير الزور، لكننا عندما ذهبنا إلى المقبرة لاستلام جثة الشيخ الشهيد لم يكن جثة الشيخ في القبر، وإنما كانت موجودة بجانب قبر إسمنتي مصب من الأطراف الخمسة كلها إسمنت وفتحة صغيرة، مما يعني أن هذه الجثة لا يمكن أن تكون داخل هذا القبر. وأيضا الكفن أو الذي كان ملفوفا عليه لم يكن متسخا، والجثة في حرارة صيف دير الزور لم تكن متفسخة، كلها إشارات تدل على أن الوفاة أو الاستشهاد كانت يعني في حدود 24 ساعة قبل عملية الإعلان. نعم سيد الشيخ مرشد، يعني النظام كان يستطيع أن يقوم بنفي الشيخ وإخراجه من سوريا، يعني على أقل تقدير إن كان يريد أن يتخلص من أفكار الشيخ ومن دعواته ومن خطاباته. لماذا قام هذا النظام باغتياله بهذه الطريقة الشنيعة التي يعجز اللسان عن التعبير؟ بكل تأكيد النظام كان قادرا على النفي، لكن النظام أيضا كان عارفا وكان يدرك أن النفي ليست هي عملية مداواة أو علاج لمشكلة الشيخ الخزنوي. هو كان يعتبر أن الشيخ الخزنوي يتمتع بعلاقات وطيدة واسعة طيبة مع كثير من دول العالم ومع كثير من شخصيات العالمية، وبالتالي نفي الشيخ الخزنوي خارج سوريا يعني المساهمة في رفع صوت الشيخ معشوق وإيصال رسالته وصوته إلى أكثر من محور. ولذلك كانت عملية نفي أو خيار نفي الشيخ معشوق الخزنوي خارج سوريا لم يكن هو الخيار الأفضل للنظام السوري، بل كان الخيار المطلوب هو إسكات صوت الشيخ معشوق الخزنوي حتى لا يسمع له أبدا، خصوصا وأن الشيخ معشوق الخزنوي استطاع أن يلتف حوله الجماهير الكردية والشابة على الخصوص، ورأوا في شخصيته ككاريزما، كعالم دين وكرجل يتحدث بآلام شعبه، استطاع بوقت وجيز أن يلم الشارع الكردي حوله. فبالتالي كانت عملية نفيه خارج سوريا من الخطورة بمكان، مما لم يكن هو الخيار المطروح أو الخيار الأمثل أمام النظام السوري، إضافة إلى أن الشيخ معشوق الخزنوي أيضا كان باستطاعته أن يبقى خارج سوريا. وأتذكر عندما استضيف في قناة روش تي في وقتها في بروكسل، الكثير من الأصدقاء خاطبوه وأخبروه أنه يا شيخنا الوضع خطر
عليك وعودتك يعني فيها يعني الموت أو الاستشهاد أو الاعتقال أو مشاهد أمام العين، فحبذا لو بقيت في أوروبا واستطعت استكمال الرسالة. لكن خيار الشيخ معشوق الخزنوي أن النضال لا يكون خارج الحدود، وإنما النضال يكون بين الجماهير، وأن النضال يكون على أرض الوطن، والأفضل أن أموت شهيدا بين أبناء شعبي وعلى أرضي من أن أعيش في المنافي بعيدا عن القضية. نعم يا شيخ مرشد، يعني من خلال ما قام به النظام السوري من تعذيب للشيخ معشوق الخزنوي وقتله بهذه الطريقة الشنيعة، ما هي الوثائق التي استطعتم الحصول عليها التي تدين النظام السوري عدا آثار التعذيب والتقطيع التي وجدتموها على جسده الطاهرة؟ هي عملية شهود، هي بعض الشهود الذين كانوا حاضرين على بعض الأمور التي ربما لا يمكنني التصريح بها على التلفزيون وأسجلها لتفعيلها عند اللزوم في المحاكم المختصة، لكن هي شهود كانوا حاضرين على بعض المحادثات وبعض الأمور، وكما أشرت أيضا الطبيب الذي كان يعمل في مشفى تشرين العسكري، إضافة إلى أحد الشخصيات الذي كان مسجونا في السجن الذي كان فيه الشيخ الشهيد، وكان في الزنزانة المنفردة المجاورة للشيخ معشوق الخزنوي. يعني أضرب على سبيل المثال أحد الشخصيات الذي كان في المنفردة يعني شهد أنه لم يكن يعرف الشيخ معشوق الخزنوي سابقا، وأنه أثناء المحادثة بين الزندانتين عرف الشيخ معشوق نفسه على الشخص الآخر وأخبره أنك إذا خرجت قبلي فأخبر أهلي، أخبر عائلتي أنني موجود هنا. هذا الرجل بعد أن خرج كان قد أعلن عن استشهاد الشيخ معشوق الخزنوي. فبشكل عام الوثائق التي نمتلكها هي عمليات شهود عيان على بعض الأمور، إضافة إلى شهادة بعض من كانوا في النظام سابقا. نعم شيخ مرشد، يعني بعد مرور 16 عاما على اغتيال الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي، وأنتم تعملون ليل نهار لتدويل قضية الشيخ في المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ما هي آخر التطورات في مسألة قضية اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي؟ حقيقة القضية منذ يعني أكثر من 4-5 سنوات لم يكن فيها جديد، يعني بحكم أن الواقع الموجود في سوريا اليوم طغى على هذه القضية. نحن تواصلنا مع كثير من المنظمات الحقوقية، أمنستي على سبيل المثال، زرتهم وزاروني في النرويج واطلعوا على الكثير من الوثائق والتي يعني قبلوها كوثائق شهادات في المحكمة، وأيضا استطعنا الإيصال الصوت إلى محكمة لاهاي الدولية في هولندا، أيضا مع البرلمان الهولندي. الكثير من الأمور التي حاولنا إيصال صوتنا إليه، لكن منذ 4-5 سنوات والمجازر التي عمت عموم سوريا، وسابقا وجود المصيبة الكبيرة على أرض سوريا وبالذات على مناطق روجافا في قضية داعش، طغت هذه القضايا على القضية الفردية للشيخ معشوق الخزنوي. لكن هذه القضية لا زلنا نعمل عليها، ونحن لا ننتظر يعني في النهاية محاكمة لشخص ما يحاكم على هذه الجريمة، ولا ننتظر من محكمة يعني تعويضا ماديا أو ما شابه هذه الأمور. هي ورقة نحن نقدمها لأبناء الشعب الكردي، لأن الشيخ معشوق الخزنوي في كلمته المشهورة وفي آخر خطاب له في ذكرى تأبين الشهيد فرهان له الكلمة المشهورة وكأنها كانت وصية
لنا من بعده عندما قال يعني باستطاعة النظام السوري أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة الشهداء، فقط مرسوم الشعب ومرسوم القضية عندما يحصل الشعب الكردي على حقوقه، وعندما يتخلص الشعب الكردي من هذا التهميش ومن هذا الإقصاء ويحصل على حقوقه، عندها باستطاعتي أن أزور قبر والدي وأقف وأخاطبه وأقول: ها قد حصل شعبك على حقوقه، وها قد أصدر شعبك مرسومه بالعودة إلى الحياة. هذه هي فقط ما نتمناه، يعني ملف الشيخ معشوق الخزنوي عندما نركض بها من محكمة إلى محكمة ومن منظمة إلى منظمة، هي من أجل ورقة ضغط من أجل حقوق الشعب الكردي. نعم شيخ مرشد، يعني بحسب تعاملكم وتواصلكم مع هذه المنظمات وإعطائهم الوثائق، كيف ترون استجابتهم لهذه القضية؟ يعني هذه الأمور تنقسم إلى قسمين. المنظمات المدنية هم يتعاطفون ودرسوا، يعني على سبيل المثال أمنستي درست قضية الشيخ واطلعت على الإثباتات والوثائق التي نمتلكها، وبعد تحقيقها قبلتها كوثائق بإمكانها القبول في المحاكم، وهي كثيرة التعاطف مع قضية الشيخ معشوق الخزنوي. لكن من جانب آخر المحاكم الدولية لا تنسى أنها يعني في النهاية تخضع لشروط المصالح لتلك الدول. يعني في النهاية هذه القضايا عندما تكون المصلحة مبتغاة وسوف تفعل شئنا أم أبينا، لكن عندما تكون المصلحة لتلك الدول أن يغض الطرف عن هذه القضية وعن قضايا أخرى وجرائم أكبر كما حصل بحق الشعب السوري عامة والكردي خاصة، عند ذلك سيغض الطرف عنها. فميزان التعامل مع المنظمات أو المحاكم التابعة للدول تختلف عن المنظمات المدنية. نعم، هل هناك منظمات تبنت مع هذه القضية أم فقط استلمت الوثائق ولم تحرك ساكنا؟ منظمة أمنستي هي في البداية من يعني تحمست وتكفلت بحمل هذه القضية. أيضا البرلمان الهولندي يعني استلم الأمر والملف منا وحددوا وقتها شخصا بمتابعة هذا الملف، لكن أحداث التي حصلت في سوريا كما أشرت سابقا طغت على هذه القضايا مما جعل أن الأمر فيه شيئا من التراخي. نعم شيخ مرشد، يعني هل كان لكم لقاء مع لجنة التحقيق في قضية اغتيال الحريري في مسألة اغتيال الشيخ معشوق وعرض ملف أو وثائق الاغتيال على هذه اللجنة؟ هل كانت لكم لقاءات معهم؟ لم يكن هناك لقاءات مباشرة، لكن حصل هناك لقاء غير مباشر، وكانت هي عملية تفاوض أو ربما لا أدري إذا جاز التعبير هل يسمى عملية ابتزاز، أنه بإمكان القضية أن تفعل دوليا لكن بشروط، وكانت هذه الشروط تتطلب مني أن أتنازل عن بعض المبادئ والوصايا التي تخالف منهج الشيخ معشوق الخزنوي، وبالتالي تم إدارة ظهرنا لهذه اللجنة. لكن خطبت من قبل بعض المعنيين بملف قضية الحريري ووعدوا أنه في حال القبول بشروطهم أن يكون هناك حمل لملف الشيخ معشوق الخزنوي بالتزامن، وأن عفوا وأن يقوم المحامي الذي يحمل أيضا قضية الحريري هو نفسه من سيقوم بالسعي بملف الشيخ معشوق الخزنوي. لكن كانت الشروط هي تنافي أخلاقياتنا وأخلاقيات الشيخ معشوق الخزنوي، وبالتالي هذا الأمر مات في مهده. نعم شيخ مرشد، يعني أنت تحدثت عن هذه اللجنة وقلت أنهم كانوا يريدون أن نتنازل عن بعض الوصايا أو بعض المبادئ التي زرعها أو أوصى بها الشيخ محمد معشوق الخزنوي. ما هي المبادئ أو ما كانت شروطهم لتبني هذه القضية؟
يعني هي بعض الأمور ربما لا يعني عفى عليها الزمن ولا ينبغي أن نتحدث عنها، لكن من أحد الأمور التي أستطيع أن أشير إليها أن أقبل أن أكون عوضا عن الحركة السياسية الكردية، وهذا أيضا يخالف نهج الشيخ معشوق الخزنوي الذي أوصانا أننا لسنا بدلاء عن الحركة السياسية، وإنما نحن جنود خلف الحركة السياسية. كانت هذه مطالبهم لكي يتبنوا قضية الشيخ. هذه إحدى المطالب. نعم الشيخ مرشد، يعني في ملخص هذه القضايا والتعامل مع المنظمات والتواصل معهم وإرسال الوثائق والثبوتيات، أنتم ماذا تتأملون من هذه المنظمات في نهاية هذه المسيرة التي تتواصلون معهم لطرح قضية الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي؟ كما أشرت أخي وليد، يعني كما أشرت سابقا، يعني الذي نتأمله والذي نطمح إليه هو أن تكون هذه القضية وهذا الملف هو عامل ضغط للحركة السياسية الكردية خاصة ولعموم شعبنا الكردي في روجافا من خلال عملية ضغط على النظام السوري ومستقبلا أيضا في نظام سوريا الجديد حيستطيع من خلاله هذه القضية إضافة إلى قضية شهداء وانتفاضة 12 من آذار، إضافة إلى ملف كوباني، إضافة إلى ملف عفرين، إضافة إلى ملف سريكانية سابقا. العديد من الملفات هذه كلها تشكل مجموعة عامل ضغط للحركة السياسية الكردية ولعموم الشعب الكردي في روجافا من أجل الحصول على حقوقه والحصول على بعض المكتسبات في سوريا المستقبل. نعم شيخ مرشد، يعني بعد اغتيال شيخ الشهداء محمد معشوق الخزنوي، هل تعرضت للتهديد من قبل النظام السوري نتيجة إثارتك لقضية الشيخ في المحافل الدولي؟ هل تعرضت للتهديد من قبل هذا النظام وزبانيته ومخابراته؟ ليس مؤخرا، لكن في البداية حصل هذا الأمر، وبالذات عندما كنت في الأردن قبل قدومي إلى المنفى الأوروبي حصل هذا التهديد، وربما حصل أيضا يعني شيء من محاولة للاغتيال، وأيضا حصل بعض من التواصل بيني وبين شخصية ماهر الأسد عبر وسيط، وطلب مني وقتها أنه فقط ارفع اسمي من القضية واكتفي بأي اسم آخر، لكن لأنني كنت أمتلك وثائقا لم أرضخ لهذا الأمر، وقلت بل هو المشرف والمجرم الذي قام باعتقال وتصفية والدي. يعني هذه كانت المرة الوحيدة التي تتعرض فيها للتهديد شيخ مرشد؟ ليس هي المرة الوحيدة، لكن هذه أبرزها، لأنه هنا يعني المرة التي كنت فيها في الأردن كانت هناك ما يشبه محاولة اغتيال اطلعت عليها وقتها الاستخبارات الأردنية والمنظمة السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، هذه القضية بالذات يعني محاولة الاغتيال، وأيضا عبر بعض المراسلين لشبكة واشنطن بوست وقتها. نعم شيخ مرشد، يعني بعد اغتيال الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي أنت استلمت زمام المبادرة بالسير على خطى الشيخ معشوق الخزنوي بعد مرور 16 عاما واندلاع الحرب في سوريا. يمكننا القول بأنها حرب لأنها دائرة منذ 10 سنوات وقتل فيها المئات واستشهد الآلاف وهجر الملايين من سوريا. لو كان الشيخ الآن بين الشعب السوري، ما الذي كان يمكن أن يقوله في هذه الأحداث بحسب ما كان يوصيكم به دائما؟ يعني أسأل الله عز وجل أن أكون وفيا
لكن بتصوري أن الشيخ معشوق الخزنوي كان سيعمل على محورين. المحور الأول هو على المحور السوري العام من أجل حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أبناء الطوائف والأديان المتعددة، والشيخ كان له الكثير من العمل والكثير من الآمال على هذه النقطة. كرديا كان الشيخ معشوق الخزنوي سيكون في الخندق الأول من أجل ردم الهوة بين الأطراف السياسية، وأن يكون عامل تجميع لهذه القوى المتفرقة والمتشرذمة للأسف حاليا. نعم شيخ مرشد، ككلمة أخيرة، ماذا توجه نداء للرأي العالمي ولمنظمات حقوق الإنسان بشأن قضية الشيخ محمد معشوق الخزنوي، وماذا توجه رسالة إلى الأحزاب الكردية لكي يعودوا إلى رأي الشيخ الشهداء محمد معشوق الخزنوي؟ هي رسالة لحركتنا السياسية بالذات ولجماهيرنا الكردي بشكل عام، أن الشيخ معشوق الخزنوي أو شهداء 12 من آذار أو الشهداء الذين يعني يرتقون يوميا منذ 10 سنوات إلى هذه اللحظة في كل جغرافيا روجافاي كردستان، يعني هؤلاء يستحقون منكم أن تقفوا وقفة عز وتمدوا أيديكم لبعضكم، لأن اتفاقكم على الحد الأدنى من المبادئ العامة الكردية هي التي تستطيع إعادة الحياة لروح الشهيد وهو في قبره. للأسف يعني الكلمة التي يحزننا دائما أننا كشعب كردي سواء في كل جغرافيا كردستان أو عامة أو خاصة في روجافاي كردستان لا نمتلك إلى هذه اللحظة يعني لجنة عليا تعمل على أجل الأمن القومي الكردي، من خلالها تستطيع كل الأطراف السياسية التوافق على الحد الأدنى على المبادئ الأساسية لحقوق هذا الشعب الكردي. بكل تأكيد نحن لسنا غافلين عن تطور الحياة وعن سنة التغيير في الكون واختلاف العمل واختلاف النشاط، لكن الاتفاق على الحقوق الأساسية والحد الأدنى من حقوق الشعب الكردي هي التي ينبغي أن نعمل عليها، والتي للأسف إلى هذه اللحظة لا زال الحركة السياسية بعيدة كل البعد. وبتصوري من دون الوصول إلى هذه النقطة سنفقد الكثير وسيعود بنا الزمن إلى نقطة الصفر، وربما سيلعننا الأجيال القادمة الكردية لأننا لم نستطع الاتفاق على الحد الأدنى للمبادئ العامة التي تحفظ حقوق هذا الشعب له. نعم، ونداؤك للمنظمات الحقوقية الخاصة بحقوق الإنسان في مسألة اختيار شيخ الشهداء؟ ليس هناك نداء، هي المطلوب منا جميعا أنا أو غيري. المنظمات الدولية أبوابها مفتوحة وأبوابها مشروعة، لكن هناك خطاب أيضا موجه لي وبداية وللعديد من أمثالي كحقوقيين، كأناس يستطيعون أن يتفهموا آلية العمل بالقوانين الأوروبية ويدركون اللغة، أن يعملوا وينشطوا لتجهيز هذه الملفات. للأسف الشديد هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا سواء منذ عشرات السنين، منذ 40 سنة، منذ 50 سنة. هناك العديد من القضايا التي يجب أن نجهزها والعديد من الملفات التي يجب أن تصاغ بهيئة قانونية وبشكل نظامي وتقدم إلى هذه المنظمات. أنا أعلم أن الاستجابة لن تكون فورية، لكن هذه الملفات ضروري كتوثيقها في هذه المنظمات وسوف نحتاجها عند اللزوم. فبالتالي الخطاب ليس موجه للمنظمات على اعتبار أن المنظمات أبوابها مفتوحة وأبوابها مشرعة لكل من يستطيع أن يتقدم بأسلوب قانوني، فالخطاب موجه لمثقفي أبناء الشعب الكردي بالذات في المهجر. يعني هناك نحتاج إلى لجان قانونية تستطيع تجميع هذه الملفات وصياغتها بالشكل القانوني المطلوب وباللغات المناسبة وتقديمها إلى هذه المنظمات. نعم، الدكتور شيخ مرشد معشوق الخزنوي، نشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا.
والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. دمتم برعاية الله. بدأنا بثورتنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يعلم الجميع أنني يوما ما شاركت في مأتم موت، والذين هم لصيقون بي يعرفون أنني لا أشارك في ثانوية أبي. لست بحاجة، إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت فأنا أحد الناس
الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. لذلك اليوم أنا بينكم ليس من أجل سنوية فرهاد، سنوية موته ومأتمه، إنما أنا معكم من أجل سنوية حياته وسنوية حياة شعبه وأمته. فرح جدا أن أقف معكم وأنا أحتفل بحياة هذا الرجل، لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. فرهاد عزيز علينا جميعا وعزيز، وأقول هذه الكلمة وأنا أحترم مشاعر أبيه وأمه وزوجته وابنته. فرهاد عزيز على قلوبنا جميعا، لكن من الذي قال إن 20 ونيفا من شهدائنا ليسوا في مستوى عزتي ومكانتكم؟ إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. ليست الشيعة مخطئة يوم تتحدث كل سنة عن الحسين، رجل استشهد قبل 1400 سنة. لا زالت أمته، لا زالت شيعته تحتفل من دمه، لا لأن رجلا مات، إنما لأنهم يريدون أن يحيوا جماعة وأمة وشيعة بسقيا دمه. لعلي لا أستوعب تفاصيل ما جرى لفرهاد. أنا أحد الناس أخشى السياط كثيرا ولا أريد أن أتذكرها، لكن منذ أن دعاني والده إلى هذه الجلسة لا أدري لما تذكرت ياسر وسمية. ياسر هذا الصحابي الجليل الذي وقف جلادوه في وجهه وهم يقولون له سنعطيك كل شيء، سنهبك ما تريد، سنتركك، فقط اشتم محمدا. وأبى ياسر وأبت سمية، بل بصقت سمية في وجه أبي جهل. هكذا وصلتني الرواية. لقد طلبوا من فرهاد أن يشتم أحده، أن يشتم شعبه، أن يشتم أمته. لا أدري هل بصق في وجهه، لكن الحقيقة أن من يطلب من أحد أن يشتم أهله ينبغي أن يبصق في وجهه. اسمحوا لي أن أطيل عليكم، فربما أنا رجل الدين الوحيد الذي سيتحدث في هذه الجلسة.
فرهاد، كتبت بعض الكلمات، لست شاعرا لكنني أشعر بآلامي وآلام شعبي وأمتي من خلالك يا فرهاد. كل شبابنا أنت، كل شبابنا أنت، وكل نسائنا بعدك تكالى. كل عرق من عروق رجالنا غيظ وغضب، بل كل عرق من عروق رجالنا يتفجر علما ودما. لكن إما أن يموت الرجال مثلك وإلا فلا. أمة ميتة يحييها رجل، أمة تشعر أنها ميتة كانت بحاجة إلى شخص يقول لها انهضي أنت لست ميتة، فكنت أنت يا فرهاد. حاولت أن أتخيلك من أنت. هل يعقل أن أذهب إلى ذكرى رجل وأنا لا أعرفه؟ من أنت؟ حاولت أن أتخيل ملامحك لم أستطع. كلما حاولت أن أتخيل ملامحك سمعت صرخاتك وأنت تحت السياق. كلما حاولت أن أجسد صورتك سمعت صعقات الكهرباء وهي تسري في جسدك الرخيق. كلما حاولت أن أسمعك تبادر إلى ذاكرتي صرخاتك. لا أدري، ربما أشير إليك يوم أقول أنت صرخت. أمثالك لا يئنون ولا يصرخون، يقفون كالجبال في وجوه جلاديهم. لكن يا فرهاد اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة، نحن جميعا، أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد، نحن شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة. كلنا شركاء في دمك، كلنا أسلمناك، كلنا خذلناك أنت ورفاقك. يوم لم نسأل عنكم، يوم لم نسائل جلاديكم، يوم لم نطلب محاكمتهم، من السهل جدا أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيفا و20 من شهدائنا. فقط مرسومكم أنتم إذا عزمتم على الحياة وحاولتم أن تقفوا على أرض صلبة لتطالبوا بحقوقكم كبشر. يوم وقف الضابط يقول للجندي من أنت؟ كان ينبغي أن يقول نحن كلاب. من أنت؟ فقال له نحن بشر، فما كان منه إلا أن ضربه ببوطه العسكري. مرسومكم أنتم هو الذي
يعيد حياة هؤلاء إذا قررتم أن تكونوا بشرا. فرهاد، بل يا شعب فرهاد، أنا أعلم أن نصر الله قريب، ولكن نتمنى جميعا أن لا نموت قبل أن يقف أضعف رجل منا على قبرك ليقول: ها نحن أحيينا شهداء وحيينا بهم. لتسمح لي أمتك يا فرهاد أن أقول: لو خيرني ملك الموت هل تريد أن تفدي بفرهاد آخرين؟ ربما نصف شعبك ينبغي أن يفدى بك، لأنه لا حراك به. أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إنني اليوم أقول إننا عازمون أن نحيي من أمتموهم، وعازمون أن نبني ما هدمتموهم، وعازمون أن نعمر ما خربتموهم. وإن فرهاد وأمثاله سيكونون حباتنا التي ستنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. نساؤنا سيلدن آلافا أمثال فرهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، أزارم قالك جواب برمانجيان نرازينا بس كابلو دوش كستية وخبري عربي تيدنا ظنام دوي كيف هو بيترئي. يكشي أزو شفيرك يقورتي كده لقى يهبو صنعمة الشفير نجمة جامع رقي هناك ركاب عينة بيدي تقورتي ده جام مكر عمد بيجن هبطي ولو ما شاش وقت بيجي يوعد شيء قورايا بسلمان البيت يشتكي. هذا موقفك. موقفين بتوعك وقت أصدقائي بيركبوا لعملية ديام النابوس. سريوينا بكينيكو شعب المكر دستخوا عبيدة جلك إداني سير السريخوا أظهرت موقفا كركي إيشام شقا ملا وشيخ شقا كنهكارم واختيما وانتني يشتم أكرد
وحصل وبكم أبدر نجامية أزهات مجور بيجن جشنا وين يروزي بيروزي سركفتن وسرخبون وهزاتيجي من اعتبارها مطلقة وي ولكن بجانب عرفت بشيء ان الحقوق لا تمنح وانما تؤخذ بالقوه. كس ما في مروبه وحقي ملتها صدقات الرحيد يا اخوان نادوه وقتي والنبل ونسرلق يا اخوان نسكن ونيكيت يا اخو شاني خلقي ندن وان شاء الله اخو صاغنكن خلق ماضي ونادي روجا ويني روزي ايرو ظن بدل القرى السوري نرو نزكي عادية روجا كيف باشقيا ام بوا سر بلندن ام افتخار اخو بودكن وان بشتامنا وام جنين بشتاوبن وبرينا هرم ان شاء الله خدي بورني يعني معناه وينا شخوي حبسية بين دركتن سندانا معناه وينا شخو معناه وينا طلابي ما يقو فصل بورش جامعاتا ويبقري برقو اصبح جزءا من النسيج السوري او 600,000 يكون نفوسي وانين شخوي نفوسي وانوا بقريش برقو اصبح جزءا من النسيج السوري وقتي ازوتا تشونا وظيفك يا موظفين فرعكي مخابرات اد بنت نيبسان تقو كردي من اصل تركي نما كان بنيبسيني وقتي ازوتا وظيفك دبون بجرد قلم عنصركي مخابرات اد برنامج تقو خطر على امن الدولة نما كاري كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي زمانك يدبي لوا بما نابل مذكرن وقتيكو ونابل خدشيان دا نفوسي نابل دا تقهرتن قيماوي ندها تقول ديني كوا شيار فلان نما كاري يرو ديني تو بابو كالي خوا تاريخ خوا شان داوا ونابي قندي خوا نابك دانيبو دهات النابي وقندي وذكارتن انفرتكن يرو تخذ بيدك مكو نابي قندي ما مثلا كركي حجير ابو نما كاري ديني تل التين شهيد معشوق شهيد أم تذابنا شاقرت مهيد أنو برشقاء قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد أنو برشقاء قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد Stay
شهید کرد معشوق ودار دخوین سار کرد دست کندار ای شهید کرد معشوق ودار دخوین سار کرد دست کندار ای شهید شهید ای رهبر شهید انت بابنا شادت ومريد نكر شقاق قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيل شكلو تدا بشيام الله لباشور تقول بيروز بدولة شكلو تدا بشيام الله لباشور تقول بيروز بدولة لسر زمانان عاتي قولان عاشوقي ولا ناوي كردستان لسر زمانان شهيد أنت بابنا شادت ومريد نكر شقاق قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيل آزادی